السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وجيتكم بفيديو جديد وبوصفه جديده على قناتي وقناتكم مطبخ عصام. اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله واحد الصينيه ديال الكريب معمر، وصفه مغيره على الوصفات اللي كنديرو بالكريب. كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذا الكريب اللي كيجي الصراحه اكثر من رائع. وغادي نوجدوا معكم ان شاء الله بواحد الحشوه اللي اقتصاديه. كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذا الكريب. الصراحه كيجي اكثر من رائع، خصوصا هكا العشاء كيجي خفيف وفي نفس الوقت فيه المذاق رائع. وبحال ديما ما تنسونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفه. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هو الكريب ديالنا باش نخليوه يرتاح. اول حاجه عندي هنايا هي الدقيق، تقريبا عندي 200 غرام. وعندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وجوج بيضات بحجم متوسط، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وشويه ديال الربيع، وشويه ديال الثومه والملحه. والا ما كانش متوفر الزبده فغادي ديروا 2 معالق او 3 ديال زيت المائده. وفي واحد الكاس ديال الخلط الكهربائي كنديروا فيه دوك 2 بيضات. وهنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال السكر، نسيت ما ذكرتهاش ليكم في الاول. وغادي نزيد ديك الزبده بلا ما ندوبها، غير تكون بدرجه حراره المطبخ. وغادي نزيد ديك الربيع وديك الثومه وديك الملحه، وغنزيد عليهم الحليب، وغادي نخلط كلشي ونبقى نزيد دقيق تدريجيا حتى نحصلوا على القوام ديال الكريب. ونكبوه هكا في شي اناء نخليوه يرتاح تقريبا نص ساعه. شحال ما خليتوه يرتاح شحال ما كان حسن باش كيجي ناجح معانا اكثر. وكيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكريب ديالنا، ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش جاري بزاف. ودابا ندوزو نوجدوا الحشوه ديالنا. وبالنسبه للحشوه خديت هنايا واحد المطيشه اللي كتكون متوسطه، حكيتها في الحكاكه الرقيقه مع شويه ديال الكفته وشويه ديال البصله والخرقوم وسكينجبير وشويه ديال التحميره وشويه ديال الملحه. وهنا في واحد المقله كديروا الزيت، وهنا غادي نزيد البصله وغادي نخليها تشحر مزيان. الصراحه هاد الوصفه شحال ما شكرتها لكم فما غاديش نوفي ليها حقها في داك المذاق اللي كيجي فيها. الصراحه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر وتجربوها حتى نتوما ان شاء الله. وبالنسبه للبصله ضروري ما تخليوها تشحر مزيان حتى كتولي هكا مذهبه. عاد كنزيدوا عليها الكفته ديالنا. الا ما كانش متوفره الكفته فممكن نزيدوا معها حتى الطريفات ديال الدجاج او لا داند اللي كان متوفر. وغادي نخليو كلشي تشحر مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيدو ديك نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر عفوا، وشويه ديال الملحه حسب الذوق. وكنشحروا كلشي مزيان. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرت لينا ديك البصله مزيان مع ديك الكفته فغادي نزيدو ديك الحبه ديال المطيشه اللي حكيناها في الحكاكه الرقيقه ضروري باش هكا تجيكم فحال لاصوص. ونشحروا كلشي مع بعضياتهم حتى تشرب ديك مطيشه، تشرب داك الماء كامل، ونطفيو عليها ونخليوها تبرد.
وفي الاخير زيدوا ليها واحد المعلقه كبيره ديال السكر على حسب ديك الحموضه اللي كتكون في المطيشه. وكتاخدوا واحد المقله اللي ما كيلصقش كدهنوه بشويه ديال الزبده وكتبداو طيبوا الكريب. كيف كتشوفوا كيجي الصراحه ناجح وكيجي فيه واحد اللون اللي هو مذهب. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه اللي شاركت معكم. واهم حاجه كيجي منسم بديك الثومه مع داك الربيع. الصراحه الا جربتوه بهذه الطريقه فما غتبقاوش تستغناو عليه. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال الكريب ديالنا. وهذه هي النتيجه الاخيره ديال الكريب ديالنا. كيف كتشوفوا الصراحه كيجي ناجح وحتى اللون اللي فيه والورقه ديالو كتجي رقيقه وكتحكموا فيه كيف ما بغيتوا. كنتمنى الصراحه تجربوه بهذه الطريقه. وهنا كتاخدوا واحد المول كنديروا فيه شويه ديال البيشاميل. وهنا كنديروا في الكريب ديالنا كنديروا شويه ديال الحشوه وكنزيدوا عليه شويه ديال الفريت بطاطا هكا قطع صغيره. وهنا كنزيدوا شويه ديال البيشاميل مع شويه ديال الفرماج اختياري. وهنا كنجمعوا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو وكنستفوا في الطاوه ديالنا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كنديروا شويه ديال الحشوه وكنزيدوا عليها شويه ديال البطاطا هكا مقليه وكنزيدوا شويه ديال الفرماج وشويه ديال البيشاميل. شي نهار غادي نشاركو معكم ان شاء الله. وكنطويو وكنديروا في الطاوه ديالنا. وهنا من بعد ما كملتهم فغادي نزيد عليهم شويه ديال البيشاميل. غادي ندهنهم هكا كيعطيهم الصراحه واحد المذاق اللي هو زوين. وهنا كيف كتشوفوا كنزيد عليهم شويه ديال الفرماج وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون سخون ونشعل عليهم من الفوق ومن التحت باش يتحمروا. وهذا هو الكريب ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. خليناه يتحمر مزيان. ضروري ما تخليوه هكا يتحمر باش كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين وحتى المذاق. صراحه دائما كنحاول انني نشارك معكم وصفات اللي كيكونوا سهلين واقتصاديين وفي نفس الوقت المذاق كيكون في المستوى. وهنا كيف كتشوفوا كيجيو محمرين. انا غادي نحل معكم وحده تشوفوا كيف كيجيو من الداخل. وهذا هو الشكل ديالهم من الداخل. صراحه كيجيو معلكين مع داك لاصوص بيشاميل مع داك الفرماج. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وشكرا على المشاهده. الى وصفه قادمه ان شاء الله.